أن يسجلوا حضورهم، أن يبرزوا مهاراتهم، أن يقدموا. والآن النشيد الوطني لدولة الجزائر. And now the national anthem of Algeria. فاشهدوا 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 فاشهدوا. المنتخب المغربي يغيب عن كأس إفريقيا للمحليين في الجزائر. كما صرحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب المغربي لن يشارك في كأس إفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر بين الفترة الممتدة ما بين 13 من جانفي والرابع من شهر فبراير 2023. وقيل في بيان الجامعة الملكية إن المنتخب المغربي تعذر له السفر إلى قسنطينة بالجزائر للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى في الجزائر. وأشارت إلى أن غياب المنتخب سببه عدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط باتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات المغربية. وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 ديسمبر 2022 على ضرورة سفر المنتخب إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تقدمت في 22 من ديسمبر الفارط بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى الجزائر. وتم قبول الطلب من حيث المبدأ ومن خلال مراسلة رسمية حصلت عليها الجامعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. على هذا الأساس قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى الجزائر. ووصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب المغربي في المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم ما بين الفترة 6 و10 يناير 2023 تخللته مباراتين وديتين أمام المنتخب إثيوبيا.